السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. شايفين البفتيك الجميل ده؟ يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة معانا بصلاية كبيرة ومعايا طماطماية مبشورة، وزي ما حضراتكم شايفين اشتغلنا على طول اهو، وبدأنا ان احنا نصفيهم بالمصفى زي ما انتوا شايفين. لازم نصفيهم كويس جدا. بصلاية كبيرة وطماطماية متوسطة، ومش مهم انها تكون طماطمايه ناشفه، عادي خالص، لان احنا عايزين العصير بتاعها. فاحنا كده بصي اهو بنعصر جامد جدا بالشكل ده. خلاص كده خدنا العصير بتاعهم، وهنركن البصل والطماطم على جنب. عندنا معلقه من مرقه الدجاج، وعندنا معلقتين من الكاتشب، وعندنا نص فنجان من الخل، وعندنا رشه من الحبهان، وعندنا كمان رشة ملح، كله رشات، وعندنا رشة بصل بودرة، وعندنا كمان رشة من القرفة كانت خلصت بقى معايا ومعانا كمان رشة من جوز الطيب، ورشة من البهارات السبعة، ورشة من الفلفل الأسمر، ومعانا كمان رشة من البابريكا الحلوة العادية، ومعانا رشة من الشطة للي يحب، ومعانا كمان معلقة صغيرة من السكر. طيب احنا دلوقتي السكر مع الخل مع الليمون اللي هنحطه، ولسه هنحط كمان زي فنجان الا ربع لبن. كل ده يا جماعة هيخلي نسيج اللحمة طري جدا معانا. حطينا هنا بيضتين، تمام، وبعدين عصرنا نص ليمونة، وهنجيب زي ما قلت لكم فنجان الا ربع دلوقتي من اللبن، بس بعد لما نحط الدقيق. هنبدأ كده، الدقيق ملوش كمية محددة، احنا عايزين بصوا اهو فنجان الا ربع. احنا عايزين الخليط ده يبقى معانا زي، مش هقولك البانكيك، نو، احنا عاوزينه يبقى تقريبا زي كده الكيك شوية، زي خليط الكيك شوية، تمام، يبقى اتقل من البانكيك. تمام، بصي اهو تقلناها. وبعدين بنجيب اللحمة. اولا قطعة البفتيك بتبقى من وش الفخدة، انا بحب استخدم جدا القطعة اللي من وش الفخدة، ولازم اروح للجزار في اليوم اللي هو جايب فيه اللحمة بدري، عشان انا بحب اخد وش الفخدة. تمام، بتفرق جدا يا جماعة. بننزلها فيها كده. قطعة لحمة البفتيك مش بتتغسل. قطعة لحمة البفتيك يا جماعة زي ما انتوا شايفينها قدامكم كده، جميلة ونظيفة وزي الفل، مش بتتغسل ابدا. بنفضل كده بقى ننزل بيها في الخليط. وانا بحب استخدم الاطباق الفوم دي عشان بتفرد لي قطعة البفتيك بالشكل ده، وبيبقى استخدام واحد، وبعد كده خلاص بتخلص من الطبق الفوم ده. تمام، بالشكل ده اهو. خلصنا الخليط كله، لازم الخليط كله يتغطى كده اهوت، اللحمة تتغطى بيه. تمام اهو. شلتها في التلاجة ليلة كاملة، بيتها ليلة. ليه بقى؟ اللبن مع الخل مع الليمون، كل الحاجات دي يا جماعة بتخلي نسيج اللحمة طري قوي، بيبقى جميل قوي لو بات ليلة. هنا بحب اشتغل على كيس من اكياس التلاجة، فتحت الكيس ونزلت عليه بالبقسماط الناعم المطحون اللي هو البريد كرامز، ونزلت عليه كمان بمعلقتين من النشا، وهننزل كمان عليه برشة من الملح ورشة من البصل الباودر، وبعدين هنقلبهم حلو قوي. انا بحب ليه الاكياس، بحب الاكياس قوي في الحاجات دي، عشان الحقيقة بتسهل عليا قوي الحركة، وبعدين بتخلص من الكيس. تمام، بس حضرتك تقدري تشتغلي في طبق، يعني هي دي بتبقى على حسب راحة كل حد بيحب يشتغل ازاي. اضغطي كويس جدا جدا بقى على البفتيك في الخطوة دي. انا الحقيقة اتربيت في بيت بيعمل خليط سايل كده لثلاث حاجات: للبفتيك، وكمان للسمك، وكمان للقرنبيط. فالحقيقة بيطلعوا التلاتة في منتهى الجمال لما بتعملي لهم الخليط السايل ده اللي بالدقيق، بيسهل بعد كده عليكي كل شيء. تمام اهو بالطريقة دي كده اهو، وتضغطي كويس جدا على قطعة اللحمة. انا بحب اعمل كده وبيته في التلاجة، او لو ما بيتوش في التلاجة
مثلا اقل حاجة اسيبه 4 ساعات في اللي هو الكفر بتاع البريدنج ده. لازم يستنى فيه تقريبا مش اقل من 4 ساعات. ويا سلام لو تحطيه في الرف اللي فوق من التلاجة وتكون التلاجة ساقعة قوي. ولو بقى بات ليلة برضو بيبقى جميل قوي. تمام، اهو بالشكل ده كده. شايفين جميل ازاي؟ يلا بقى هنحطه في التلاجة زي ما اتفقنا. وبعدين هنا نرجع بقى نحطه ايه في الزيت سخن. لازم يكون الزيت سخن. وبعد كده بتبدأي توطي النار، مش متوسطة، اعلى من المتوسط شوية، بين العالي والمتوسط. تمام، عشان تطلع القطعة بقى مستوية. لان لو الزيت معاكي برد الكفر ده هيفصل، ولو الزيت معاكي سخن قوي هيستوي الكفر من بره لكن اللحمة من جوه هتكون نية. زي ما قلتلك انا بحب استخدم وش الفخدة. وحضرتك لما بتروحي للجزار بتقولي له انا عاوزة وش الفخدة علشان البفتيك، ولازم كمان يدقهولك كويس جدا. تمام، بس طبعا مش القطعة مش تتهري يعني، بيتدق ويبقى برضو فيه كده يعني ايه، يبقى متماسك وحلو. وغسيل لحمة البفتيك يا جماعة بيخليها تشد معاكي بعد كده. تمام، في حاجات انا اللحمة العادية اللي بطبخ بيها بحب اطبخ قوي بالموزة، باللحمة الموزة. انا بغسلها عادي جدا، مش كل قطعية لحمة تتغسل. تمام، بالشكل ده كده. وحطيناها في الزيت ومدينها راحتها خالص على النار. طبعا الطاسة ممكن تاخد قطعة كمان، بس الحقيقة انا في البفتيك بحب احط هما يدوب قطعتين بس، واحركهم براحتي خالص علشان اضمن سوا حلو ولون جميل جدا. وبين كل مرة ومرة زي ما حضراتكم شايفين لازم نصفي كده الزيت، معانا المصفى الصغيرة دي وننضف بيها الزيت، علشان ده طبقة لو ما نضفناهوش هتخلي لون البفتيك بتاعك غامق ومش حلو. تمام، لما بنحط اللبن مع في الخلطة بتاعته في التتبيلة، لما بنحط اللبن مع الليمون مع الخل، كل ده بيخلي بيبقى بيعمل كده زي اللبن، بيخليه كأنه يروب كده، فبيبدأ يدي طعم بقى ايه جميل قوي، ويبدأ يخلي البفتيك بتاعنا طري جدا جدا. تمام، شايفة ازاي جميل ولونه حلو قوي وذهبي. وبعدين معلقتين النشا اللي بنحطهم دول ما تخافيش مش بينشفوا الكفر ولا حاجة، ولكن بيأخروا التسوية، ما مش بيسرعوا تسوية اللحمة معاكي، يعني مش بيخلوا البقسماط يغمق بسرعة. حضرتك تقدري في طبقة الكفر اللي احنا عاملينها دي تستخدمي البقسماط الناعم المطحون، وتستخدمي معاه كمان شوية من البانكو لو حبيتي، ولو متوفر. مش متوفر ما تستخدميهمش، هو برضو بيساعد على ان اللون يبقى جميل وفاتح. اما بقى لو مش موجود ما تستخدميهوش. وانا اعرف ان البانكو دلوقتي يا مصححولي يعني بيتباع عند العطارين كمان في مصر. تمام، بالشكل ده. طبعا انا بعمل الاكلات دي اليومين دول وانا مستعجله جدا، لان انا الحقيقه يعني انا خلاص قدامي 4 ايام ان شاء الله واسافر. انا ان شاء الله نازله مصر اجازه، ويعني احتمال كده مش يعني نازله عشان فرح ابني، فان شاء الله هيبقى تقريبا كده فيديوهات الطبخ هتكون قليله شويه، لكن ان شاء الله اصور لكم فيديوهات جميله جدا من اماكن اروحها. ويا ريت اللي يعرف مطعم او يعرف حاجات حلوه في مصر، لان بصراحه انا بقالي سنين طويله، يا ريت يعني يرشح لي حاجات حلوه كده في القاهره وفي اسكندريه كمان. وإن شاء الله يعني برضو هنفضل متواصلين بإذن الله حتى في الأجازة. تمام، أيوة بالشكل ده كده. شايفين دي كانت آخر تقريبا قطعة أو حاجة، فأنا حبيت إن أنا إيه أخلص كده يعني كل قطعة لوحدها في النهاية. لما بتخلي البفتيك ياخد راحته في السوا ويتحركيه براحته كده، ده بيساعد على ان لونه يبقى جميل والزيت ما بيبقاش بارد. ما تحاوليش تكتري. تمام، بصي كده كنا خلصنا كله بقى. تمام، شايفة الجمال؟ شايفة القطعة عاملة زي، بصي الطراوة، بصي رغم ان احنا حاطين معلقتين من النشا، شوفي جميل قوي ازاي. ايه رأيك؟
يلا بقى، كنت عاملة معاه شوية من المكرونة السباجيتي، وانا الحقيقة عملتها مع اللي هي المكرونة، عملتها بالمكرونة اللي هي الفوتوتشيني اهو بالشكل الجميل ده كده. بصي سخنة خالص اهي. وطريقة المكرونة عاملينها قبل كده في فيديو الكفتة، كفتة كباب الحلة، حضرتك تقدري انك ترجعي لها وتشوفيها. وطبعا المكرونة اكيد كلكم بتعملوها طبعا حلو جدا. شوفي الجمال، شوفي اللون حلو قوي ازاي، والطبقة بتاعته تجنن يا جماعة، وبيبقى حلو قوي ومش بتفصل، الكفر مش بيفصل ابدا. شوفي انا هوريلك دلوقتي. بصي شايفة؟ بصي ولا فاصلة ولا اي حاجة، كلها قطعة واحدة. كل ما تسيبيها بالكفر تسقع في التلاجة هتعجبك جدا جدا، وهتديكي نتيجة روعة جدا، وده سر نجاح البفتيك معاكي. تمام. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله تعجبكم الطريقة وتكرروها، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة حبايبي، في حفظ الله.